بتاعك يا سوكا هتهزوا من الاسعاف. عارفه يا حبيبتي، انا لو مكانك ما اعملش كده. ما هو انت مش مكاني فعلا. اصل انت ما خسرتش كل حاجه، لا خسرت بلدك ولا اهلك ولا شغلك ولا صاحبه عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد اول حاجه عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على اول واحده شافها من اللي انت عارف هما بيتسموا ايه. ممكن جدا، بس لازم تعرفي ان كل راجل ليه نزواته. لازم انت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لانه في الاخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي. بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغايه الاخر. واضح ان انت متضايقه، والدقيقه دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الاغاني ده، وخلينا نفصصها بالعقل. انت هنا معايا ملكه عايشه عيشه الاغنياء، الكل تحت رجليكي، عايشه مع راجل بيحبك وبتحبيه. ايه بقى راجعه مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان ان انا ضعيفه، لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوية، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ ولا هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك؟ انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه تشتغلي وتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله، اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشتغلك. انا عرفت انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجعه مصر ليه. اتفضلي. شكرا. You're welcome. You're welcome. يا بنت انت مالك بس، فيكي ايه؟ قومي يا بنت، مالك قاعده كده عامله زي الصنم؟ يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت مين؟ انا على مهلك. قومي. انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ ايدي بايدي. هي كورية زمانك. نعم يا اسطى شكري اسمعني، انا هايدي. هي هيدا هانم. خير ان شاء الله. كورية عملت لك حاجة تاني ولا ايه؟ ما عملتليش حاجه. قولي له وجيب لي بسطرمه بس يتوصى، يشيل منها التوم. تومنا كيلو. حصل مذبحه كبيره في المنطقه اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس. غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها، قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي. تعالى وخلصني. مجنونه؟ كنا لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكه بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليكي مطرحك. جايه لنا منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت الأغاني؟ بس اسكت. بس جاتك اكبر رقبتك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي؟ انا ناقصه. طمنا يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي. احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له. يا رب.
حرام عليك يا ابراهيم، لا تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس. لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما ياما قلت لك يا هيم، ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغنيله. استفدت انا ايه اما تروح مني في شربة ميه كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم بس. ربنا يقومه لي بالسلامه يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاه الجمعه ان شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل غلاب ابدا. يا رب يا رب، انا ماليش غيرك ما انت عارف. الطف يا رب، الطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي روحي انت اقعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيمه هنيه للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. اقوم اروح فين يا خال؟ اقطع دراعي من هنا المكان بوسع الفقر ده وسبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا علينا، من ساعه ما رجلنا نحس خطت البيت واحنا المصايب نازله ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. بقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه، والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يحرق قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يقومهم لك يقومهم لنا كلنا بالسلامه، وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. ياللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، ياللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساسا، ليكي فيه ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه عبص ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس، اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه، اهدي. اوعى يا خال. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفرة أنا جعانة، يلا هتروحوا النار. يلا يلا يا سوسو. يا كفرة وكلوني يا كفرة، أنا جعانة. اتفضلي يا سوسو، ما لقيتش غير المكرونه دي، كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النملية، خد. اهو ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه، كليها. مين؟ انا موسوكه يا جمالات، افتحي ما تخافيش. ثواني. اهلا يا طنط، اتفضلي. سلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضلي. سلام عليكم. ازيك يا سندس؟ مين جاب الغراب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش، كلي يا دي حبيبتي. حرامية. انا حراميه؟ معلش يا طنط، سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يا عيني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه، وغربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قوليلي، هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني، بيتها واولادها وجوزها كلهم النار كلتها. غراب طالع من وشها بقى القمر ده هو غراب. طب كلي بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها. اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. سعد ابني. مال؟ يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. سعد بيحب البيض. بيحب البيض؟ والنبي انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوكي لوحدك. قلت ايه، اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك، عشان انتي غلبانه بتصعبي عليا والله. اصل انا عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا طنط، شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟
هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل بس هو طيب قوي. الله يرحمه توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. والله الكويس بيمشي وبيتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت. هي دي الظروف. هي دي كل الظروف؟ طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التليفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبت كوريا. اصل انا بقى ايه قلت هم فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. الغراب ماشي يعني. هو الغراب هتنيته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. السلامه. اتفضلي يا ترى. قولي لي انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد دهيت. وبعدين المفروض انك ترطوني زيهم، لكن انت ما بترطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقول لك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله. ليه ما بتقولي زيهم يعني؟ اصل انا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. فما ايوه كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. سلام عليكم. راحت فين؟ مع راجل تاني ولا ايه؟ بص طبعا انا مش هسألك اقعد ولا لا، لان انا اوريدي قاعده، بس ممكن اعزم نفسي على حاجه معاك على حسابي. هو في ايه بالظبط؟ بص مش انا بنت، انا هقولك على نصيحه. اوعى في حياتك تثق في واحده 100% او تسيب نفسك لواحده 100%، عشان في الاخر ما تقعدش قعدتك دي. ممكن تسيبيني لوحدي؟ طب ما انت لوحدك، حتى وانا قاعده معاك انت لوحدك. على فكره انا مش متطفله خالص، بس انا شايفاك كذا مره قاعد نفس القعده دي. هقول لك على حاجه، انا من سنتين كنت عامله زيك كده بالظبط، وثقت في بني ادم 100% لحد ما اتصدمت، وبعد ما فقت فهمت ان احنا بني ادمين، عشان كده ما بقتش اثق في اي بني ادم. بثق بنسبه صغيره قوي، 10% كفايه. وعلى فكره دي نسبه كبيره. يلا باي باي. خدها بالفضل، صوري الملف ده وادي لكل واحد فيهم نسخه. مش عايز اي حد من الناس اللي في الملف ده ينام ولا يصحى الا لما اعرف نام الساعه كام وحلم بايه. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. اتفضلوا. وصلت لايه في قضيه هيدا ابو طالب؟ وصلت لها؟ والله يا فندم انا عديت على ابوها وابن عمها والمحامي بتاعها وتاكدت انها مش في اي مكان تبع اي حد فيهم. وبعدين؟ حطهم تحت المراقبه 24 ساعه وهبدا اتاكد انها مش عند اي حد من صحباتها. انا مش عاوزك تتاكد انها مش عند اي حد فيهم، انا عايزك تتاكد هي فين وتجيبها قبل ما نفتح عينينا ولا هربت بره البلد هي كمان. لا مؤاخذة يا حاجة والنبي، وسع كده يا حاج. كوريا يا كوريا، في سوق حصل حاجه ولا ايه؟ ايه دي يا اختي؟ مفيش. بقول لك ايه، ابله هاجر قالت لي ان الدكتور مشي وهيجي بالليل ان شاء الله، وابراهيم حالته مستقره والحمد لله. ما تروحي انت يا اختي تغيري هدومك وانا هبقى اكلمك في التليفون اطمنك على ابراهيم. طب هي قالت لك انه هيفوق يعني؟ بمشيئه الرحمن هيفوق. ماشي. طب خدنا بص عليه قبل ما لا اتكل انت على روح، انا هبقى اكلمك بالتليفون. لا لازم ابص عليه. لا يا كوريا، التستر على متهم هارب جريمه بيعاقب عليها القانون بالحبس. يعني حضرتك كده بتعرضي نفسك للحبس في مقابل ان صاحبتك تفضل هربانه. تستر ايه وحبس ايه يا فندم؟ ما انا قلت لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه من ساعه اخر مره كنا فيها مع بعض، ومن بعديها اختفت. اتفضلي ردي لو عايزه. لا شكرا. ردي، شكلها حاجه مهمه. الو الو يا دينا، انا هايدي. اهلا اهلا.
ازاي حضرتك؟ حضرتك مين يا دينا؟ بقول لك انا هايدي. يا دينا يا دينا انا تعبت قوي، مش قادره استحمل اللي انا فيه. دينا انت ونادر ما حدش فيكم بيسال عني ولا حد بيطمن عليا. لا والله اصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول، بس عموما يعني هو على وصول، يعني المفروض طيارته تكون وصلت تقريبا من ساعه كده. طياره ايه وطريق ايه؟ يا دينا انا بقول لك انت ونادر ما بسالكيش عن محمد. يا دينا انا محتاجاكوا بجد ارجوك. طب خلاص حاضر هبلغه. اوكي يلا باي باي باي. ايه ده؟ في ايه؟ انت كمان يا دينا؟ ايه اللي بيحصل لي ده بس؟ السلام عليكم. ايه ده الموبايل بتاعي؟ ايه مالك في ايه؟ انت بنت ايه؟ ورثتيني بالحياه؟ ده لسه شحنه كارت ب10، ده ليك خلصتي الرصيد كله. مش كفايه وشك الفار والنصايب اللي جايلي في رجليكي بارده. يعني انت مصره ان انت ما تعرفيش عنها اي حاجه؟ يا فندم هاي دينا دينا دي كل حاجه فين يا دينا؟ يا حبيبي الحمد لله على السلامه، وحشتني. مين ده؟ نقيب ياسر عبد الحق، مباحث اموال العامه. كان جاي يسالني عن هايدي وقلت له ان انا ما اعرفش عنها حاجه. وهي البيوت مش ليها حرمه برضه يا سياده النقيب ولا ايه؟ ولا انتوا فتحتوا فرع جديد لتوصيل الاسئله للمنازل؟ والله احنا بنتعامل بشكل ودي، يعني بدل ما نعمل استدعاء للمدام في النيابه هيبقى شكلها مش لطيف خالص. استدعاء ليه ومديريه امن ليه؟ احنا ملناش علاقه بالموضوع ده. واحده وهربانه منكم، تشوفوا شغلكم تقبضوا عليها. واحنا علاقتنا انتهت بيها من زمان. واستاذنك يا سياده النقيب ما تدخلناش طرف تاني في الموضوع ده. انا لا اتمنى ان انتم ما تدخلوش تاني خالص في الموضوع ده. وشربت حجر عالشيشه عالشيشه مع كوكو والسبع وريشه 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 ولا نكد. وشربت حجر عالشيشه اوه. الو ايوه يا بابا. يا بنت يا نجوان، ماما فين؟ راحت شغلها الجديد. امال انا بكلمها تليفونها مقفول طول الوقت ليه؟ ما هي باعت الموبايل بتاعها عشان تاكل وتاكل اخواتك. بتشتغل في مستشفى ب 350 جنيه في الشهر، بتنظف الحمامات. ما انت نهبت النهيبه بتاعتك لوحدك وسبتينا من غير ما تسالي فينا، سبتينا قاعدين متبهدلين. انا جايه. جايه فين اروح امك؟ راجعه مصر. جايبه معاك فلوس يا بت؟ لا مش معايا فلوس، انا اتخانقت مع مروان. اتخانقت مع مروان؟ امال جايه ليه؟ انا بقولك ما معيش فلوس، اخر قرش معايا دفعته في تذكره الطياره. ده انا حتى ما معيش فلوس عشان اجي من المطار اللي عندكم. امال عايزاني اعمل لروح امك ايه؟ اجي المطار اجيبك بتاكسي ولا ايه؟ ليه؟ فاكره نفسك راجعه من العمره شايله ومحمله؟ بقول لك ايه يا روح امك، معاكي فلوس تيجي اهلا وسهلا، معكيش فلوس ما توريناش وشك، ما تجيش هنا خالص. مش حاضر حاليا اعرف حضرتك مكان هايدي يا ابو طالب بيه، لان ظهور اي حد مننا هناك دلوقتي هيشكل خطوره حقيقيه عليها، لدرجه ان انا عارف المكان بس مش مهتم قوي ان انا اروح هناك او اعرف تفاصيل المكان. انا ما عنديش ادنى شك، وعارف كويس قوي انك بتعمل كده لمصلحه بنتي. زي ما انا واثق فيك كمحامي ليا، انا مستأمنك على بنتي. اتفضل، دول 10,000 جنيه توصلهم لهايدي، تكون محتاجه المصاريف كده ولا كده. حاضر، هوصل لها المبلغ. شفت يا عمي؟ عارف مكانها ومخبيه عننا. اسكت. سوري، معلش انا جايبه معايا عشان مش قادر اسوق. عن اذنك. احنا خلاص كده هنمشي؟ اتفضل. خير يا ابو طالب؟ الهانم كانت تايهه، ابو طالب راجل اعمال كده، تليفوني عند الدكتور نادر. انت عايز حاجه؟ يلا يا عمي. اتفضل اتفضل. ايه ده؟ في واحده جت صباح الحاجه الظرف ده. جمالات محمود عبد الرحيم عوض. اقوم لك يا حاجه من هنا؟ لا يا ابني خليك مطرحك. يا ابله يا ابله، ازيك يا ابله؟ هو حضرتك مين؟ انا اللي سالت على ابراهيم الصبح يا ابله. ابراهيم بقى كويس الحمد لله، هو فاق بس محدش يقدر يشوفه دلوقتي، لازم الدكتور يشوفه الاول. والنبي ربنا يخليك، مش ممكن بس اخش ابص عليه بصه؟ ما انا بقول لحضرتك هو فاق وبقى كويس الحمد لله. انت شكلك كده يعني هو فاق يا ابله؟ والله العظيم فاق.
يعني بيكلمك زي ما بكلمك حول ولا كده؟ قوة إلا بالله، والله العظيم زي الفل، ما فيهوش أي حاجة. ربنا يا رب يخليك يا الله، شكلي كده اللهم صل على النبي وشك حلو. بعد اذنك اكلم كوريا عشان اطمنها على ابراهيم. I would like to check out in an hour, please. Thank you. يعني ايه هايدي تتصل بيكي والظابط عندك؟ وتتصل بيكي ليه اصلا؟ اسمعيني بقى كويس. التصرفات اللي بالمنظر ده ممكن تبوظ كل حاجه، واحنا اوريدي متراقبين. ايه ده؟ حتى انا؟ طبعا انتي وانا كلنا. طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم ان انا عرفت وخلاص. طب وبعدين؟ ده لو محمد عرف مش بعيد يسيبني فيها يا نادر. انا خايفه. ما تقلقيش، كل حاجه هتمشي كويس ان شاء الله. انا قلقانه على هايدي وخايفه من كل اللي احنا فيه ده. ما تخافيش يا دينا. انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده. انت هنا معايا ملك. هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك؟ وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام معكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بقول لك ايه يا روح امك، معاكي فلوس تيجي اهلا وسهلا، معكيش فلوس ما توريناش وشك، ما تجيش هنا خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من ساعه ما فات ما روش سيره الا كوريا كوريا كوريا. الف سلامه عليك يا هيم. الف سلامه عليك يا ابراهيم ولدي، الحمد لله المره دي جت سليمه. بركه في كوريا يا عم شكري، هي اللي جريت بيها على المستشفى قبل ما دمي يتصفى. ما تقولش كده يا هيم، وانا لازمتي ايه من غيرك بس؟ الله 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 الله، قاعدين في الكازن بالليل اجيب لكم ازازتين مع حليب تشربوه وانتوا قاعدين. يوم يا الحال بقى. بس انت ليه بقى يا هيمه ما قلتش للحكومه اللي كانت واقفه دلوقتي على الواد ابن الحرام اللي عمل عملته السودة دي؟ يا عم شكري احنا حواراتنا مننا فينا، الحكومه ملهاش دعوه. النهارده عندي بكره عنده، والشارع بيحكم الكل يا عم شكري. ايوه الو. ايوه حاضر حاضر، جاي على طول. مع السلامه مع السلامه. سلام عليك يا ابراهيم يا ولدي، الحمد لله انا اطمنت عليك. معلش هسيبكم عشان ورايا مشواري مهم، هخلصه وارجع. ماشي. سلام يا خال. ما تقلقش حاجه وحشه يا عم شكري. متشكرين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا أستاذ إبراهيم. الله يسلمك. يبقى خلي بالك من نفسك، الناس دي بتحبك قوي. ربنا يخليكي يا ابله، مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. ما نامتش امبارح والله، طول الليل معانا والله. ربنا يخليكي لينا ابو هاجر، زي ما بيقولوا ملك الرحمه. والله ملكة الرحمه. طول عمرك رايقه يا سوكا وبتقدر. انت اسمك سوكا؟ لا انا اسمي سوكا الحلواني، وفي البطاقه اسمي سيد، بس الحلواني دي مش الشغله بتاعتي. انا شغلتي الحقيقه مطرب شعبي، ومن الاخر بقى كده مش مرتبط. طب الحمد لله على سلامتك يا أستاذ إبراهيم، لو احتجت أي حاجة أنت عليا بس. شاكرين يا أختي، ربنا يخليك. هو انا حكيت ولا ايه؟ هو انت هتفضل مدبب مع البنات كده على طول؟ ما كنت تطلع دبلتين وتشبكها بالمره، كسفت البيت. وعليكم مسوكة. مين دي؟ مين؟ انا تعبت قوي يا دينا، مش قادره استحمل اكتر من كده خلاص. يا حبيبتي ممكن بس تهدي شويه؟ احنا كلنا معاكي على فكره، وانا مش هسيبك ولو حصل ايه. وعلى فكره نادر يعني بيحاول بكل الطرق انه يخلص قصتك دي بسرعه. انا مش فاهمه انا هنا ليه وبدفع ثمن ايه؟ كل ده عشان حبيت مروان ووثقت فيه، يقوم يبهدلني بالشكل ده. يا دينا انا بموت كل يوم 1000 مره وانا بتخيل ان هو دلوقتي في حضن نجوان وبفلوسي. طب هو لو كان عايز فلوس كان قال لي، انا كنت اديته اللي هو عايزه. ولا هو بيحب نجوان من الاول؟ معقول يا دينا هو كان بيحب نجوان من الاول وبيضحكوا عليا؟ قولي لي يا دينا انا هتجنن. على فكره الحمد لله انك كشفتيه ده على حقيقته. اهدي يا ست هايدي، اهدي، وان شاء الله كل شيء وليه اخر. اصبر ايه وكشفت ايه؟ ده مش بس خني وسرقني، ده خلاني هربانه زي المجرمين. ده انا حتى ما بقتش انا بقيت عايشه جوه واحده ما كنتش راضيه اصلا ان انا اعدي من جنبها. عارفه، بس يا هايدي اسمعي بقى،
انت اقوى من كده، انت صاحبتي وانا اعرفك اكتر منك. الموضوع ده مساله وقت وهتنتهي، وكل حاجه صدقيني هترجع لطبيعتها. الفلوس سابها لك انكل ابو طالب عشان لو احتجتي اي حاجه. وبعدين البطاقه دي نادر بعتها لك عشان اسمك الجديد، بس بيقول لك ما تستخدميهاش غير لو اتزنقتي قوي. يعني يا حبيبتي يستحسن انك ما تستخدميهاش اصلا. وانا يا ست البنات كل الطلبات اللي انت طلبتيها والوكل وكله جبتهولك اهو. انا متشكره قوي يا جماعه، مش عارفه بجد من غيركم كنت هعمل ايه. ابله هاجر، ايه محسن الصدف ديت؟ انا كنت جاي اعتذرلك يعني لو كنت ضايقت حضرتك ولا حاجه. لا ابدا ما ضايقتنيش، وبعدين انا ما اعرفكش عشان تضايقني او ما تضايقنيش، والنبي يا حاجه انتصار ما تبليش الارض قوي عشان ما حدش يتزحلق. طب طالما حضرتك بقى مش متضايقه ممكن تقبلي مني ديت، وبشكرك يعني على وقفتك معانا. يعني مش عارف اقول لك ايه، انت بنت بلد بجد يعني. انا مش محتاجه شكر ولا حاجه، ده شغلي. وحضرتك بتضحكي عليا؟ ابدا ما فيش حاجه عن اذنك. لا بقول لك حاجه والله العظيم ما انت ماشيه من هنا الا لما تقولي بتضحكي عليا. يعني انت مش هين عليك تجيب لي علبه عصير من الكانتين، جايب لي واحده من اللي احنا بنوزعهم على العيانين؟ لا اصل انا هقول لك حاجه، اصل ابراهيم قال لي خد اشربها، فانا استخسرتها فيا وقلت والله ما حد يشربها الا ابله هاجر، والنبي ما تكسفيني. خدي. ماشي. استني الشمينيلو عشان يعني متشكره. ربنا يخليك يا ابله هاجر. طب انا هرجع مصر دلوقتي اعمل ايه؟ لا اهلي عايزيني ولا معايا فلوس. انا خسرت عايزة وخسرت نادر وخسرت كل حاجه. طب هنزل اعمل ايه؟ وازاي بعد كل ده اسيب مروان وما اطلعش منه باي حاجه؟ لا انا لازم ارجع لمروان، لازم اخد حقي وهاخده باي شكل. السلام عليكم. ازيك يا ابله كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت نظرات ثاقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلام عليك يا هيما، قلقتنا عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون، ايه الورد الجميل ده؟ طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبهولك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجيلك ليلتها بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيشوا في قلق. وهدام بيسلم عليك وبيقول لك الف سلام عليك، وكان عايز يجيلك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حلف 100 يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقوم لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمكم يا رجاله، فيكم الخير. خير ايه اللي فيهم؟ واحنا جالنا من وراهم الا النصايب وجع القلب. الله هو في ايه؟ ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعت منين فجاه؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرايه يا كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا هيما، ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلقك. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامعه، ودول شويه ساعه وسوابق ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخره المدام كنت هتروح مني في شربة ميه، عشان مين ده كله؟ يا طاعون احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرايه يالا. كفايه كده يا نسر، سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيب ولا هودي ولا هطلع حاجه، ويكون في علمك يا نسر مش كل من دخل السجن يبقى ابن حرام. كل واحد فيكم عارف اللي فيه وعارف بلاويه، وانا كمان عارف، وتلات ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيما انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ماشي؟ انت تزعل. بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيما، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام. سلام. مع السلامه يا يلا يا طاعون. نسر. مع السلامه. خطوه عزيزه. اتعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هطرشق لو ما قلتهمش. ايه المشكله يعني؟ كل